لمتى سنظل رقودا نغرق في النوم ونشخر، وعن الآذان نصم ونغمض كي لا نكسر. دقت أجراس الخطر والحالة جاءت تنذر، لمتى نتقاعس قولوا من يمنع زحف المنكر. مات الإحساس فصرنا من غير فؤاد يذكر، نبصر إخوانا غرقا فنمر كمن لا يبصر. فلنأمر بالمعروف ولننهى عن فعل الشر، ولنتركها أعذارا دجلا خلقت كي نعذر. لا أملك فكر الكلمات تطلع بالدين مورر، أو شخصية تأثير ما عندي فلتتقهقر. ما تذكر ليس بعذر يقبل في يوم المحشر، لم لا تتثقف لم لا تترك ما منه تصغر، تترك ما منه تصغر. هدي أنصار الهدى فتيات اليوم كفاكي تركاضا خلف سرابي، عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي. فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي، همهم طمس الدين وكذا لفظا لترابي. قتلوا الإنسانية في أعماقهم في حرابي، هجروا الأخلاق فصاروا حيوانات في غابي، حيوانات في غابي. يا من تعمل للدنيا لن ينفعك فما تعمل، أرضاك غدا تصلاه نارا فيها تتقلقل. تعمر في دار فناء تهدم دار المستقبل، وتضيع العمر الغالي وبك الفترة لم تقتل. كم سترائي وترائي وتخادع أفلا تخجل، إن الله عليم لن تخدعه أو تستغفل. فغدا إن لن ترجع عن غيك للرشد وتعقل، ستنادى بنداءات يوم على الله ستقبل. يا خائب يا كافر يا خاسر يا فاجر يا عل، اذهب ولتطلب أجرا ممن كنت له تعمل، ممن كنت له تعمل. أحبتي وإخوتي في الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مختص بالعلماء ولا بطلبة العلم ولا بالملتزمين، لكل مسلم رجلا كان أو امرأة، الطبيب والمهندس والفني والإعلامي وجميع التخصصات كل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ونعرف بعض الإخوة الفضلاء وقد يكون من ضعيف حتى في الديانة، لكنه استفاد من عمله في الانترنت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفعل المواضيع الاحتسابية، يدعمها، ينشر فتاوى أهل العلم، ينشر الخير. فعلا هذه فرصة له. ولذلك أنا أدعو كل من يعتكف ويعكف على الانترنت يوميا بالساعة والساعتين والثلاث والأربع والخمس، لا تكن شخصا سلبيا، كن شخصا فاعلا. رأيت هذه الفتوى جيدة انشرها، رأيت هذه الرسالة البريدية طيبة انشرها، وصلك إنكار واحتساب على منكر فعله وعلق عليه وادفعه إلى الأمام. رأيت صاحب منكر أيضا أنكر عليه ولا تسكت،